ازاي تبسط نفسك في أسوان بأقل مجهود؟ يلا بينا. أسوان من أحلى الأماكن اللي في مصر اللي ممكن تزورها في الشتاء. جمال النيل فيها مش طبيعي، وموجود فيها مجموعة جزر ساحرة. والنهاردة تالت يوم ليا في أسوان، وهنزور معبد فيلة وجزيرة تنجار وجزيرة هيسا. بدأت يومي بفطار مختلف في ماكدونالدز أسوان بعيد عن جو النوبة المرة دي. وماكدونالدز أسوان مصنف من أحلى 10 فروع في العالم من حيث الشكل والفيو بتاعه. والفطار كان جميل، والقعدة والفيو كانوا أجمل، وكانت تجربة رائعة. خلصت فطار ورجعت للجروب بتاعي عند المرسى اللي عند الخزان عشان نروح معبد فيلة. ومعبد فيلة موجود في جزيرة وسط النيل، وكان غرقان 70 سنة تحت المية، وتم تقسيمه ل 40,000 قطعة وإعادة تجميعهم من جديد في جزيرة أجيليكا سنة 1972. المعبد ده بيحكي عن أسطورة فرعونية، بيحكي عن إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس، الأربعة كانوا إخوات. زمان كان أيام الفراعنة الإخوات كانت تتجوز بعض، فإيزيس وأوزوريس تجوزوا بعض، ست ونفتيس تجوزوا بعض، والأخ ست غار من أخو أوزوريس. أنت خدت تفاصيل جميلة، وست تخطف نفتيس في نفس الوقت غار منه وحب ينتقم منه. فيلا بينا أخدكم جولة في معبد فيلة. خلصنا وركبنا المركب بتاعتنا تاني عشان نروح لواحدة من أحلى الجزر اللي موجودة في أسوان، جزيرة تنجار. ولو عطشت في الطريق اشرب من النيل على طول، مية النيل. وصلنا تنجار ونزلنا الجزيرة حافين لأنها كلها رملة ومية بس، ولو حد حابب ينزل مية النيل هيتبسط جدا. وهناك بقى قعدنا نلعب في الرملة ونرش بعض بالمية، وطلعنا الجبل ونزلنا جاري، وشربنا أحلى شاي على الحطب، وكمان شربنا القهوة الأسواني بتاعتهم بيسموها الجبنة، وكانت حلوة قوي. وقضينا وقت جميل في جزيرة تنجار واستمتعنا بجمال الطبيعة فيها. خلصنا وركبنا المركب تاني عشان نروح لآخر مكان هنزوره في الرحلة، جزيرة هيسا. وهناك نزلنا في بيت نوبي اسمه تيجانا. القعدة فيه كانت حلوة قوي، وخصوصا القعدة اللي على النيل كانت جامدة جدا. وكل اللي عملناه قعدنا نلعب لعبة الأفلام، وطبعا خسرنا، والسبب بركات لأنه كان ضايع في التمثيل. في ايه؟ ارجوك ارجوك. مش ده لو اتكلمت ايه؟ انا شايفاك. شحات ارحمني ارحمني. تمثل ايه يعني؟ طب اول كلمه عشان خاطر أرجوك. اعتقني لوجه الله. ايه ده؟ لسه 44. مثل حاجه يعني. ايه؟ ايه طيب انت واقف ليه يابا؟ انت جايبين حد غلط يا جدعان. عشان ارجوك انا خايف. ده في حاجه بس هتهربنا منها. رجاء جداوي. رجاء جداوي. هو ايه يا بركه؟ ايه ده؟ وما نسيت ايه؟ وده كان أحلى يوم قضيناه في أسوان، واتبسطنا فيه جدا. وروحنا بقى عشان أحلى فقرة في اليوم، العشاء. والعشاء النهاردة كان مكرونة بشاميل وكفتة. والصراحة الأكل كان حلو قوي، وكريم اتوصى بيا ورجعت خدت منه تاني. وما ينفعش يبقى آخر يوم ويخلص كده عادي. ختمنا بأحلى حفلة نوبية، وكانت أجمل من اللي قبلها، واتبسطنا فيها جدا.
وحابب اشكر لايونز تريب اللي طلعت معاهم الرحله، هسيب لكم اللينك بتاعهم في الكومنتس، وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.